أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمسجد أبي بكر الصديق بحي الداخلة بمدينة أكادير، حيث أدى جلالته حفظه الله صلاة الجمعة. وقد خصصت ساكنة مدينة الانبعاث استقبالا شعبيا كبيرا لأمير المؤمنين نصره الله، جسد عمق آصرة المحبة والوفاء المتبادل بين جلالة الملك وأبناء شعبه الأوفياء بهذه الربوع من المملكة. كما عكس هذا الاستقبال العفوي والتلقائي في أجل صوره ذاك الترابط والتلاحم الوثيق القائم بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي على الدوام من طنجة إلى القويرة. وفي مستهل خطبتي الجمعة بين الخطيب أن من جملة النعم التي سخرها الله لنا في الحياة وفي هذا العصر بصفة خاصة وسائل النقل الحديثة التي جعل في صالح الإنسان ونفعه إذا أحسن استعمالها وأجاد استخدامها. أيها المسلمون، إن ما نشاهده ونسمعه هذه الأيام في بلادنا من الفواجع الناتجة عن حوادث السير التي تسفر كل يوم عن عدد من الضحايا ما بين قتيل وجريح لمما يغضب الله ورسوله. إنه منكر لا ترضاه أمتنا ولا نرضاه لها، ونحن نعلم بأسى عميق وأسف شديد أن وقع هذه الحوادث مؤلم للأمة كلها، وعلى رأسها أمير المؤمنين الذي يشفق على أفراد شعبه ويواسيهم ويقاسم أسر الضحايا وذويهم الألم والحزن. فعلى كل واحد منا أن يعمل على دفع هذا المنكر العظيم بما يستطيع. عباد الله، فلينظر كل واحد منا إلى مسؤوليته في هذه الكوارث وليقدرها حق قدرها، ولينظر كل واحد منا وإن لم يكن مسؤولا عن حوادث السير كيف يمكن أن يسهم في القضاء عليها، وفي ذلك السعي كثير الأجر وعظيم الثواب. وذكر بأن حوادث السير صارت تحصد الأفراد والجماعات في لحظة واحدة نتيجة التهور في السرعة أو عدم مراقبة أو صيانة وسيلة النقل، وأن كل من يخل بمسؤوليته يعد مشاركا مباشرا في إزهاق تلك الأنفس. أيها المؤمنون، إن حجم الكارثة عظيم وهول الخطر الداهم جسيم، وإن الله ينادي فينا بالحياة لا بالموت، فيقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فهلم جميعا إلى الله والرسول، ولنتمسك بأخلاق الإسلام العظيمة التي تدعو إلى احترام حق الحياة. ولا بد أن ننصح كل مستعمل لوسائل النقل أن ما تؤديه عنه في هذه الحياة الدنيا شركة التأمين من تعويض للضحايا لا يعفيه من عذاب الله يوم القيامة إذا ارتكب ما ارتكبه مفرطا، والله سبحانه وتعالى يعلم أنه قد فرط. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأوضح الخطيب أنه إذا كانت أسباب حوادث السير معروفة لدى الخاص والعام فإن وسائل الوقاية منها وعوامل الحد من أضرارها وخسائرها البشرية والمادية معروفة كذلك، وهي وسائل سهلة وفي متناول كل عاقل متبصر. وتتلخص هذه الوسائل الوقائية في التأني والتروي في السياقة والسير في حدود السرعة المحددة والعناية المطلوبة بالوسيلة المستعملة مراقبة وصيانة، وأخذ القسط الكافي والضروري من النوم والراحة قبل الشروع في السياقة بالليل أو النهار، وحين الشعور بالعياء وغلبة النوم أثناءها، وتنبيه الراجلين من الصغار والكبار وتعليمهم كيف يسيرون في الطريق وينتبهون فيها.
الله أكبر. وبعد أن أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الصلاة، رفعت أكف الضراعة للعلي القدير بأن ينصر أمير المؤمنين حفظه الله نصرا عزيزا يعز به الدين ويجمع به كلمة المؤمنين. السلام عليكم. السلام عليكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وفي أعقاب ذلك غادر جلالة الملك حفظه الله مسجد أبي بكر الصديق، وقد تمحورت خطبتي الجمعة حول موضوع حوادث السير الخطيرة التي تشهدها بلادنا وتزهق المئات من الأرواح وتخلف المآسي من ورائها، ودعوة صريحة للالتزام المسؤول بقوانين السير واحترامها.